السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وأبراج جديدة. النهاردة 24/2 فنجانك جديد وحصري على القناة على صفحة الفيس يا برج العقرب. أرجو منك لو لسه ما اشتركتش تشترك عشان تكون من ضمن أسرتنا، أسرة أم مازن في عالم الروحانيات، وكمان عشان يوصلك كل إشعار بكل فنجان ليك أنا بنزله. بص بقى يا برج العقرب، لو قدرت ان انت تعمل شير او مشاركة للفنجان يبقى كتر الف خيرك، ساعدني على النشر، لان بعض الاشعارات مش بتوصل للمتابعين للاسف، فانا طالبة منكم الدعم، يعني ان انتم تدعموني عامة. صلوا على رسول الله كتير عشان كلنا ناخد الثواب مع بعضينا. النهاردة الجمعة حبايب قلبي، انا اول واحدة هصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. فتحة فنجانك خير خير. بصوا على بياض ازاي وجميل ازاي، بصراحة فنجانك حلوة قوي يا برج العقرب. في كمان حركة عندك في الحياة، يعني عامة مش في الفنجان بس، انت الفترة دي في حركة تنقلات عندك، بالذات في شغلك في حركة تنقلات عندك. على فكرة شايفاك ممكن يكون انت مش حاسس باستقرار الفترة دي في قلب شغلك بسبب حركة التنقلات، بس لا، انا عايزة اقولك ان الامور هتوضح ليك وهتبدأ كده مع اخر الشهر. يعني هتكون انت خلاص هيكون عندك ثبات في امورك، وامورك كلها هتكون واضحة ليك. شايفة كمان ان في منكم عندكم سفر ما شاء الله، والسفر ده بقى حابة ان انا اوجهه بالذات للناس اللي في طاقة انتظار لسفر. عايزة اقول لكم هانت خلاص، خبر السفر جاي لكم على خير وهتفرحوا حبايب قلبي. في كمان ناس كتير منكم في طاقة انتظار لعتبة جديدة ان هي تجيلهم او تكون من نصيبهم. في كمان ناس منكم مستنية شخص يرجع ليها من سفر. في كمان ناس منكم يعني عندكم شغف كده لشيء مهم ان هو يحصل معاكم. فبصوا عامة يا برج العقرب، احلف لك بالله وديني بقول لك ان انت هيكون عندك الفترة اللي جاية تحسن في كل امورك، واي شيء انت في طاقة انتظار ليه هيحصل معاك على فكرة على خير. انت تعبت كتير الفترة اللي فاتت، وربنا سبحانه وتعالى انا شايفة ان هو يعني امورك حلوة، فيها تحسن، فيها تغيير مهم، فيها تعويض ليك يا برج العقرب. في كمان لبعض الطاقات كده في شخص من الواضح انتم على علاقة بيه، يعني علاقة جديدة انتم فيها، فالشخص ده من الواضح كده ان هو موعدك بارتباط او موعدك ان هو ياخد خطوة معاك. فعلى فكرة الشخص ده هيوفي معاك في فرحة ارتباط عند ناس كتير منكم، سواء انت رجل او مرأة. يعني حتى لو انت رجل انت في علاقة مع شخص جديد، مع واحدة يعني، وشايفاك انت يعني زي ما هتوعدها فعلا، يعني هتكون قد وعدك ومش هتخلف معاها، لان من الواضح انت مرتاح مع الشخص الجديد ده اللي في حياتك. والمرأة نفس الحكاية على فكرة، بس المرأة ممكن يكون عندها قلق شوية من الشخص اللي معاها في العلاقة. ليه عندك قلق؟ لان برضو هو انت معاكي ممكن يكون شخص تقيل شوية، فبرضو يعني ايه مش مطمنك قوي، فانت خايفة لو هو ما يكملش معاك العلاقة. لا، هيكمل معاك العلاقة وهيكون قد وعده بإذن الله. في بقى حواليك تعابين كتير، في حواليك حيات كتير، في عندك 3 ستات. بصوا بقى عشان اقسم بالله ابقى واضحة، يعني فك الرموز دي. للبعض منكم هم 3 ستات، وللبعض منكم هم 3 بس 2 رجالة وست، ماشي؟ كلكم مش زي بعض. عامة ال3 دول مش عارفة هم عملوا لك ايه بالظبط، بس انت مش طايقهم وجايب اخرك منهم، وشايفاك هتقلب الترابيزة عليهم، وشايفاك يعني بص هتاخد بريك كده منهم. هم قريبين منك، فيعني اقدر اقولك ان هم لازقة، يعني حتى لو انت خصمتهم ممكن
يعني هترجعوا تتصالحوا تاني، ممكن تكون خصمتهم قبل كده مليون مرة ورجعتوا تصالحتوا تاني، بس هما ما أغارك الله، يعني تعبينك قوي على فكرة، تعبينك قوي. هما يعني ممكن يكونوا أمك وأبوك، إخواتك، ممكن يكونوا عماتك، خالاتك، حد قريب منك، صحابك. فعامة انت عندك صلح معاهم. عامة شايفة كمان ان انت ممكن تكون بتتعرض منهم لتشويه سمعة، بس مش من الأم والأب والإخوات، مش من الأم والأب والإخوات. ممكن لو هم التلاتة دول من أهلك، لو هم التلاتة دول من أهلك بالذات. اللي من الطاقات منكم هم 3 ستات ظاهرين ليا، 3 ستات، مش اللي ظاهرين ليا ست اتنين رجالة. ماشي، يا رب اكون عرفت اوضح اللي انا شايفاه ده، بس هي بصراحة رموزكم كتير ما شاء الله، وظاهرة لي بوضوح كمان، فعلى قد ما بقدر بفكها لك. في شخص انت شايل همه على فكرة يا برج العقرب. البعض منكم انت شايل هم شخص كبير في السن وهو راجل، والبعض منكم انت شايل هم واحدة ست على فكرة. فممكن يكون الشخص ده هو تعبان صحيا، او ممكن يكون هيعمل عملية فانت شايل همه، او ممكن هو يكون محتاج فلوس فانت عايز تدعمه وعايز تساعده. فكلكم مش زي بعض برضو. شايفة بقى ان في شخص من برج هوائي او من برج ترابي بيتواصل معاك عن طريق النت. الشخص ده يعني بص هقولك متغير معاك، يعني بمعنى أصح كل يوم بحال موده. مش بص يعني ايه، هو مش اساسا، هو مش الشخص ده من الواضح عامل لك ايه، عامل لك لخبطة، يعني مش ثابت على موقفه، مش ثابت على كلامه، كل يوم بحوار، كل يوم بكلام، فعامل لك ايه، وجع في دماغك بمعنى اصح. عايزه اقول لك كده، الشخص اللي كل يوم بكلام ده مش مريحك عامه كلامه، بس شافك الفتره دي انت بتاخده على قد عقله يعني عامه، فهو تعبك بصراحه، بس رغم كده انت مش مقفل معاه. في علاقه عند بعض الطاقات، بس العلاقه دي في السر على فكره. شايفاك يعني بص، هي العلاقة دي على قد ما انت يعني عايز يكون في ارتباط، بس انا شايفة الشخص اللي معاك في السر ده هو شخص مسيطر عليك يا برج العقرب، يعني شخصيته اقوى منك، او هو عنيد، او هو عايز يسيطر في العلاقة. فقيم العلاقة دي صح يا برج العقرب. بعض الطاقات في شيء معاكم يخص الحكومة، ممكن يكون يعني قضية شغلاك، ممكن يكون حقوق انت ما خدتهاش من الدولة، او حقوق انت ما خدتهاش في قضية، او ممكن يكون شقة انت جايبها عن طريق الدولة، في حاجة يعني عامة تخص الدولة كده انت مقدم عليها، او ليك عند الدولة فلوس، او ليك ورث عند حد. فهي يعني حاجة فيها سلطة انا عايزة اقولك. فممكن السلطة دي في فك الرموز برضو بترمز يعني سلطة الاهل، فانت ممكن يكون ليك عند اهلك ورث مش عايزين يديهولك. خلاص. شايفة برضو ان انت الفترة دي هتتعرف على ناس جديدة، في ناس جديدة هتخش حياتك. شايفة ان في ناس كمان مش لازم تكون من بلدك، ناس من جنسيات تانية فهتتعرف عليهم. شايفة ان في رسائل يعني انت هتجيلك رسائل دي هتفرحك على فكرة. شايفة ان في خبر ممكن يكون انت في طاقة انتظار ليه يجيلك. شايفة ان الخبر ده يعني، ما انا لسه قايله لك في الرسائل والله جايه لك، يعني برضو شايفة ان في ناس في طاقة انتظار لخبر، الخبر ده هيجي لكم بإذن الله. الخبر ده انت مستنيه تسمعه من ست او من راجل، بس للأغلبية منكم من ست. مش عارفة يا برج العقرب، انا لو اتلخبطت وقلت لك يا برج الميزان عشان انا لسه شايفه برج الميزان، بس انا هصلي عدم تركيز بس هنا، لاني في رموز كده انت متعرض لمشكله في قلب الشغل او ضغط. على العموم خلي بالك، لان انت في قلب الشغل في ناس مصممة على اذيتك عامة. مكتوب كلمة حسد في قلب بيتك، فاللي بيحسدوك في قلب بيتك، اللي بيحسدوك على فلوسك وعلى شكلك دول من قلب بيتك. مش لازم يكون امك وابوك، ممكن يكون سلايف، ممكن يكون ضراير، ممكن يكون حد من اهلك يعني ده في قلب بيتك على فكرة، ممكن يكون حد من جيرانك كمان.
عندك اسم محمد كمان في قلب الفنجان في قلب بيتك، وعندك أحمد، وعلى فكرة محمد أو أحمد دول حد من أولادك، وفي يوسف، في يوسف كمان. بص عامة وفي حرف الحاء كتير، فلو حد من أولادك بالحروف دي أو بالأسماء دي هو مغلبك ومطلع عينيك، يعني هو عنيد أو وجع قلبك من الواضح، يعني حاجة زي كده. بص يا برج العقرب، لو ناوي على سداد دين هتسده على فكرة، لان انت جايلك رزق حلو في فلوس اساسا، جايلك على خير هتفرح بيها. شايفة كمان ان انت ممكن تكون يعني مسلف حد فلوس ومستنيها ان هي تجيلك، الفلوس دي هتجيلك برضو. شايفة ان في بالنسبة للمرأة في راجل في قلب شغلك طمعان فيكي. لو كنت منفصلة، لو كنت انت منفصلة متطلقة، يعني اديني بكلمك بكل وضوح، في شخص في قلب الشغل بيدحلب ليكي، هو دحلاب، خلي بالك احذري منه، مش كويس، وهو اساسا متجوز بس طمعان فيكي، فخلي بالك انا بحذرك، انت قادرة، وده مش بينطبق على الكل، وبالتأكيد انت قاعدة وشايفاني وانت عارفة اذا كان بينطبق عليكي ولا لا. العيون عليك كتير عامة، وانا لسه قايله لك في حسد في قلب بيتك عليك، فخلي بالك ان انت اساسا في ناس بتتجسس عليك، ناس بتراقبك، ناس عايزة تعرف خطواتك وخط سيرك ايه عامة. فربنا يا رب يحميك، ناس انت شغلها اساسا، ويعني هما يعني حاطينك في دماغهم، حاطينك في دماغهم، انت شغلهم الشاغل على فكرة يا برج العقرب. فممكن كمان انت شغلهم الشاغل عشان في حاجة جديدة حصلت عندك، حاجة حلوة، يعني ممكن تكون انت ملفت للأنظار الفترة دي يا برج العقرب في شيء، لا اما انت يعني في حاجة حصلت عندك، جالك شغل، جالك فلوس، اشتريت حاجة، اشتريت شقة، اشتريت عربية، غيرت من شكلك، غيرت يعني من شكلك عامة، اشتريت حاجات، لان في ناس كتير من الواضح ان انتم عايزين تشتروا حاجات شخصية ليكم، فممكن تكون انت عملت كده وخدت الخطوة دي اساسا، عملت تغيير في شكلك، خسيت، عملت عملية تجميلية، بتفكر تشتري مكياج، بتفكر تشتري لبس، في حاجات عندك ملفتة للنظر، ماشي عامة يعني. خلي بالك على فلوسك، وخلي بالك على حاجتك الشخصية لان انت متعرض للسرقة، وخلي بالك على ذهبك، في ذهب عندك ممكن يضيع، او في كلام ما بينك وما بين شخص على ذهب، يعني انت حد قالك عايز يجيب ذهب، او انت ناوي تجيب ذهب الارتباط، او انت معاك فلوس عايز تحطها في ذهب، او انت محوش فلوس فمستني الذهب لما يرخص، او حد عايز يبيع ذهب، او انت اللي هتبيع كده، يعني في كلام عندكم على ذهب عامة. شايفة كمان ان في اوراق هتخلص معاك على خير اكيد، ودي شفتها لك، قلت لك لو في حاجه مع الحكومه عامه انت بتسعى ليها او في طاقه انتظار ليها هتجيلك، ففي اوراق برضو تخص سفر، في اوراق تخص هجره، في اوراق تخص قضيه، في اوراق انت هتمضي عليها تخص نقله عندك في قلب الشغل، في عقود اساسا شغل جديد، في عقود اساسا بدايه مشروع عندك وبدايه شغل جديد، في عقود بدايه شراكه عندك، فما شاء الله عليكم كلكم مش زي بعض، ماشي. بعض الطاقات ناويين تسحبوا نفسكم من علاقة متعبة عامة، انتم مش قادرين تتحملوا العلاقة دي خلاص، او مش قادرين تتحملوا الشخص اللي معاكم في العلاقة، وشايفاكم عايزين تسحبوا نفسكم، واللي انا شايفاه ده بينطبق على جميع العلاقات، بينطبق على المتجوزين مش مرتاحين عايزين تنفصلوا، في ناس عايزة تنفصل، ملناش دعوة بالناس اللي عايشة ومتحملة ده عشان خاطر بقى عيالها، وعشان خاطر ايه يعني ظروفها، عشان خاطر بتحب الشخص ده، لا في ناس قررت الانفصال، في برضو علاقات قررتوا فيها الانفصال وقررتوا فيها البعد، وكلكم مش زي بعض. في شخص قريب منك بيعصبك او بيضايقك، بص هي واحده ست برضو اللي ظهرالي، فعامه الست دي انت يعني كل ما هي تيجي تعصبك انت بتسكت، كل ما تيجي تنرفزك انت بتسكت، بتسمع منها كلام بيضايقك كتير بس انت بتسكت عشان انت عايز تديها فرصه، يعني ايه تانية، فرصه تالتة، فرصه رابعه، بتبلع عليها الزلط، ممكن تكون امك او اختك او حد كبير على فكره في السن، كلكم مش زي بعض. عندك الله حميك
من كل شيء ومن أعدائك يا برج العقرب. شايفة عندك يعني روحانياتك بتبتدي تعلى الفترة دي، انت أساسا قريب من ربنا الفترة دي، بتصلي، ناوي تعمل عمرة يا برج العقرب كمان، فبسم الله ما شاء الله عليكم. عندك رزق كتير جايلك، هتفرح الأيام اللي جاية بأمور كتير. مستني فصل في موضوع أو في شيء بس يخص العاطفة، انت مستني شيء زي كده، كلكم على فكرة مستنين شيء زي كده، بس طبعا مع اختلاف العلاقات اللي انتم فيها. خلاص، بحبكم كتير في الله، ومع ألف سلامة.